ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة اور كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكارديجان الرقيق دوت. وممكن يبقى المقاس اللي أنا عاملاه دوت يمشي لغاية 1.5 سنة وسنتين. العرض حوالي 27 سنتي، والطول 31. بالنسبة لطول الكم من تحت الباط 20 سنتي. دي المقاسات بتاعته. المقاس ده مناسب لغاية سنتين. ان شاء الله احنا هنعمله خطوة بخطوة، وبإذن الله هيكون سهل علينا. انا هبدأ معاكم هعمل مربع الجراني. مربع الجراني ده اللي هو المربع الجراني البسيط اللي بنشتغل في الفراغات. تمام. واحنا بنشتغل مربع الجراني هقول لكم شوية نصايح كده تخلي مربع الجراني مظبوط معاكم. الأول هنبدأ بغرزة بالدايرة السحرية. لو دايرة سحرية بالنسبة لك صعبة شوية ممكن تعملي 4 سلاسل وتقفليهم. زي ما قلت لكم أنا هشتغل بإبرة رقم 4. ادي هعمل أول 3 سلاسل وهعتبرهم أول عمود، وبعدين هعمل 2 عمود جنب ال3 سلاسل دول. كده تبقى عندي مجموعة مكونة من 4 أعمدة، من 3 أعمدة أسفة، سلسلتين، 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، 1 2 3. كده عملنا ضلع 2 3 ناقص الضلع الرابع. 1 2 3. طيب دلوقتي أنا كونت الأربع أضلاع، وفي الدور الأول احنا بنكون الزوايا والأربع أضلاع. تمام. هنقفل طبعا الدايرة السحرية كويس. اول نصيحة بقى هقولها لكم في مربع الجراني ان انتي حاولي ان انتي ما تقفليش في السلاسل اللي في الزاوية. تمام. يعني اعملي السلسلتين عادي وادخلي في اول عمود او سلاسل الارتفاع دي خشي فيها. تمام. علشان يبقى كل الزوايا فيها سلسلتين زي ما احنا عملنا. لما بنقفل في زاوية من الزاويتين، لو انتي مبتدئة ومش متمكنة قوي، للأسف بيبقى فيه زاوية ضعيفة. تمام. وده بيأثر على شكل المربع، ما بيبقاش منتظم. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني دي كده أول نصيحة قلتها لكم. تاني نصيحة، احنا بقى لما نيجي نشتغل هنروح داخلين كده جوه الزاوية ونروح سحبين الخيط. ماشي. وهنعمل غرزة حشو، وبعدين نروح داخلين تاني في الحلقة التانية دي في غرزة الحشو، ونروح سحبين كده ونعمل غرزة حشو تانية. دي بدل سلاسل الارتفاع، كأني عملت عمود بالظبط، 2 حشو فوق بعض. السلاسل الارتفاع بتبقى السمك بتاعها أرفع من السمك بتاع العمود بلفة، فبيبقى واضح جدا. أي حد بيشوف الشغل بتاعك بيعرف انتي بدأتي منين. لكن لو بصيتي كده في المربع ده مش هتعرفي أنا بدأت من أنهي زاوية. مش هتعرفي في أي دور أنا بدأت من أنهي زاوية، مش باينة خالص. تمام. بعد ما نخلص الشغل هتتفاجئي إن ده شكله شبه بالظبط كأنه عمود. هلف الخيط على الإبرة وهدخل أنا كده في الزاوية دي عملت عمود واحد بس، خلينا فاكرين ده. هاجي بقى في الزاوية التانية وأروح عاملة 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، 3 أعمدة تانيين. وده اللي هيبقى ثابت معايا في كل الزوايا. كل زاوية هعمل فيها 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة، وبعدين هلف الخيط على الإبرة وهدخل على طول في الزاوية اللي بعد كده. الدور ده احنا بنكون الزوايا بس. سلسلتين، 3 أعمدة.
بنروح لاخر زاوية بقى اللي هي الزاوية الرابعة، وبنعمل 3 اعمدة سلسلتين 3 اعمدة. بعدين هنروح للزاوية الأولى اللي بدأنا منها، ونفتكر إن إحنا كنا عاملين فيها سلاسل الارتفاع بالطريقة اللي أنا قلتلكوا عليها دي كأنها عمود. يبقى إيه اللي ناقص؟ اللي ناقص 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين، ودي عندنا عمود يبقى ناقص عمودين، 1 2. ونشوف العمود ده الغرزة بتاعته فين اهي، راس العمود بتاعه اهو، ونسحب ونعمل غرزة منزلقة اهو. لو شفتوا الشكل هيبان من بعيد على ان هو عمود عادي جدا، مش هتعرفي ابدا ان انتي بدأتي من هنا. اللون ده انا هعمل بيه دورين 2 بس، وهدخل في الفراغ اللي بعد كده وهسحب غرزة منزلقة تاني، تمام، وهعمل سلسلة تثبيت. اول حاجة انا ليه عملت سلسلة التثبيت هنا، ما عملتهاش بعد ما قفلت؟ علشان زي ما قلت لكم احنا بنشتغل في الفراغات، فلما هاجي هشتغل هنا 3 اعمدة هداري شكل السلسلة دي، مش هيبقى باين. دي اول حاجة، تمام. هنقول نصيحة كمان ان احنا لما نكون بنشتغل مربع جراني وفيه عدة الوان، تمام، انا بدأت المفروض من الزاوية دي، لما اجي ادخل اللون الجديد ابدأ من اي زاوية تانية ما عدا الزاوية دي اللي انا اشتغلت فيها، تمام. هشتغل دلوقتي باللون الازرق او اللبني. يبقى دايما لو انا هشتغل مربع الجراني باكتر من لون، يبقى كل مرة اغير اللون اغيره في زاوية مختلفة. ليه؟ علشان خاطر ما يبقاش في عندي زاوية ضعيفة هي اللي بنقعد نغير منها اللون كل شوية. في حاجة تانية برضو عايزة اقولها لكم في مربع الجراني، بس نعمل كده مع بعض سلسلة الارتفاع. قلنا هنرتفع بس السلسلة كده، وبعدين نعمل حشو وندخل جوه الحشو ده جوه الغرزة دي، ونسحب كده وناخد غرزة حشو تانية ونعمل 2 عمود. احنا كده عملنا نص الزاوية. الزاوية عبارة عن 3 أعمدة وسلسلتين، احنا عملنا 3 أعمدة بس، وسلسلتين و3 أعمدة، احنا عملنا 3 أعمدة بس. في حاجة كنت عايزة اقولها لكم، الفراغ اللي بعد كده احنا طبعا في مربع جراني ده احنا بنشتغل في الفراغات. الفراغات اللي هتبقى موجودة في الأضلاع بنشتغل فيها 3 أعمدة بس. الفراغات بتاعة الزوايا بنعمل فيها 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. حاجة مهمة كنت عايزة أقولها لكم، وهي إنه المربع الجراني اللي هو بقى بيتعمل بشكل نموذجي بقى، بنعمل إيه؟ بنعمل سلسلة ما بين كل مجموعة ومجموعة، وفي الزاوية بنعمل ما بين ال3 أعمدة وال3 أعمدة بنعمل 3 سلاسل مش سلسلتين. ليه أنا هنا هوت مش بعمل هنا سلسلة ومش بعمل السلسلة التالتة في الزوايا؟ علشان خاطر هو المفروض طبعا مربع الجراني يتعمل كده، يعني لما نيجي نشتغل الزاوية نعمل 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة، وما بين كل مجموعة ومجموعة نعمل سلسلة. انا بلغي موضوع السلسلة ديت علشان خاطر دي حاجات المفروض انها هتتلبس وتتغسل كذا مرة، وبالتالي ده مش قماش، ده شغل يدوي كروشيه بيريح. الكروشيه بيريح مع اللبس ومع الغسيل بيريح. فلو انا عملت القطعة اصلا مريحة كده وواسعة مع اللبس وكده هوت، ممكن بعد كده هوت نلاقيها ابتدت يعني تبقى مهدلة من زاوية من الزوايا وشكلها مش حلو. فاحنا بنستغنى عن الغرز دي اللي هي السلاسل دي علشان خاطر القطعة تبقى مشدودة.
مهما بقى نلبسها ونغسلها ما بيفرقش حاجة. تمام. دي كل النصايح اللي انا كنت عايزة اقولها لكم في موضوع مربع الجراني. وزي ما انتم شايفين انا بنتقل من كل مجموعة ومجموعة من غير اي سلسلة ولا حاجة، وفي الزوايا بعمل سلسلتين مش 3 سلاسل. خلاص. انا كده هكمل بقية المربع ده. الدور اللي بعد كده هعمل اللون الاسود، وبعد كده هعمل دور ابيض، والدور التاني من الابيض هوريكم ازاي هنشبك في المربع ده. خلاص. للدور اللي قبل الاخير هقفل اهو السلسلتين. وادي راس غرزة الحشو اللي احنا قلنا عليها بنطلع بيها. علشان خاطر الدور الاخير المفروض ان انا هشبك في دي. هرجع كده زي ما قلنا ونعمل غرزة حشو اهي، وبعدين ندخل في غرزة الحشو ونعمل غرزة حشو تانية. تمام. وبعد كده هوت نروح للفراغ اللي بعد كده نعمل فيه 3 أعمدة. الضلع ده احنا مش بنشبك فيه. وبعدين اهو ده الدور السادس. نعمل سلسلة، والسلسلة اللي بعد كده هي اللي بنشبك فيها. وبعدين بنكمل عادي. في كل فراغ بنعمل غرزة حشو كده علشان نشبك فيها، ونرجع تاني للمربع بتاعنا نشتغل فيه بشكل عادي. اهو. نشبك الضلع ده كله. ودي الفراغ ده الأخير، وبعد كده الفراغ اللي في الزاوية نعمل 3 أعمدة. سلسلة، وبعدين 3 أعمدة. ونكمل المربع عادي. احنا قلنا في البداية خالص احنا مطلوب مننا اننا نعمل 8 مربعات. الاربع مربعات بتوع الظهر انا شبكتهم في كل واحدة. اول واحدة طبعا خلصتها كاملة، وبعد كده كل واحدة جيت اعملها بقيت اشبكها وكونت الاربع مربعات بتوع الظهر. هاجي في اي زاوية كده وهبدأ فيها الشغل. هعمل الاول كده هوت 3 أعمدة. 1 2 3. وهبدأ أشتغل في كل فراغ يقابلني 3 أعمدة. ده هنعتبره الدور الأول. تمام.
عشان لازم نعمل نفس عدد الأدوار في القطعتين اللي في الأمام. تمام. أنا عايزة أوريكم بس لما نوصل للجزئية بتاعت الجزئيتين دول اللي هما دول كانوا أصلا زاويتين، هنعمل 3 أعمدة بس في كل فراغ منهم. هنقعد نشتغل كده، كل فراغ هنعمل فيه 3 أعمدة، ولما نيجي عند الزوايا هنعمل 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. تمام. وهقابلكم إن شاء الله لما نوصل للجزئية دي. أنا وصلت اهوت للبداية. نعمل 3 أعمدة اللي ناقصين، سلسلتين، وهنقفل في أول عمود. احنا مهم عندنا قوي نعرف أعداد الأدوار اللي هنعملها. تمام. ده كده الدور الأول. الدور التاني هنشتغل على الضلع ده بس. تمام. وهنتعامل على الزاوية على إنها مجرد فراغ هنعمل فيه 3 أعمدة. تمام. لكن مش هنعملها كزاوية. مش هنشتغل على الأربع أضلاع كلهم، هنشتغل على الضلع ده بس. الضلع ده اللي هيتعمل فيه الكتف وفتحة الدراع. هشتغل للآخر هنا اهوت. أنا خلصت اهوت الضلع زي ما قلنا، ده الضلع اللي هيتعمل فيه الكتف وفتحة الدراع. تمام. خلصنا ده، يعتبر كده الدور التاني. الدور الأول اللي هو كان الشغل حوالين داير. تمام. الدور التاني الضلع ده بس. ودي آخر فراغ. هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود في أول أو في آخر غرزة عمود خلصناها، وبعدين أروح على الفراغ اللي بعد كده على طول أعمل فيه 3 أعمدة. ده كده هيبقى الدور التالت. تمام. هشتغل برضو زي ما عملنا الدور اللي فات، هشتغل على الضلع ده بس. أنا هراجع معاكم كمان اللي احنا عملناه. احنا بعد ما شبكنا المربعات عملنا دور حوالين داير ال4 مربعات. ده كده احنا بنعتبره أول دور. تاني دور وتالت دور عملناهم من الضلع اللي هيبقى في ظهر الرقبة. تمام. أو اللي هو هيتعمل فيهم الكتف. عملنا دور ورجعنا عليه وعملنا الدور التاني. يبقى كده 3 ادوار. خلينا فاكرين أعداد الأدوار، لأن نفس الأعداد دي هنعملها في القطعتين بتوع الجاكيت من قدام. تمام. أنا دلوقتي عملت ال3 ادوار دول. بعد كده هوت هبتدي أعمل علامة. هعد الفراغ ده أهو، 1 2 3 4 5 فراغ. لو أخدنا بالنا 5 فراغ معدي نص المربع. تمام. هنا برضو هنعمل نفس الحكاية، 1 2 3 4، وفي 5 فراغ هعمل علامة برضو اهو معدي النص بتاع المربع ده. تمام كده. احنا هنا اهو هنعمل الجزء بتاع الكتف، والحتة دي اللي هتبقى ظهر الرقبة. خلاص. هبدأ بقى اعملها. هرتفع سلسلتين وهدخل جوه الفراغ اهو، هعمل 1 2 3، وبعدين الفراغ اللي بعد كده
1 2 3 لغاية لما أوصل للعلامة. اتنين 3. هنرتفع ازاي؟ هنرتفع سلسلتين ونلف الشغل، وفي أول عمود أو يعتبر آخر عمود اشتغلناه هندخل هنا ونعمل عمود وندخل في الفراغات. ده كده يبقى رابع، اللي احنا خلصناه ده رابع عمود، رابع دور، وده اللي انا بعمله ده الخامس. 1 2 3 ده كده خامس دور. وبعدين بعمل عمود في العمود الأولاني خالص. ده كده الدور الخامس. هلف الشغل وهعمل 1 2 سلسلتين، وهدخل في الفراغ ده وهعمل 3 أعمدة، وبعدين كده. معلش تالت واحدة نعملها هنا اهو. بس هنرتفع برضو سلسلتين وهندخل في أول عمود ده ونعمل عمود وندخل نشتغل في كل فراغ 3 أعمدة. الدور اللي أنا بعمله ده هو آخر دور، الدور السابع. لازم نبقى فاكرين إن هما 7 أدوار علشان هنعمل نفس العدد دوت في القطعتين اللي من قدام. وهاجي برضو عند اخر عمود كده واروح عامله فوقيه عمود علشان خاطر احافظ على الشكل ده. وبعدين بخلص هنا هوت القطعه ديت. تمام. مجموع الادوار زي ما قلنا 7. هنيجي نعمل نفس الحكايه، احنا كنا بدأنا من هنا، هنعمل نفس الحكايه بس هنبدأ من الحته دي علشان يبقى ماشيين زي بعض. تمام. وهدخل الخيط من هنا وهعمل 3 ادوار. ادي 3 عواميد، هكمل بقى الجزئية دي وهعمل تمام، هعمل 4 ادوار زي اللي عملتهم هنا بالظبط. هخلص الجزئية دي وهرجع لكم. انا خلصت كده الجنبين او الناحيتين اهو. تمام. ماشي. طيب هنبدأ بقى نعمل ايه القطعتين اللي قدام. خلاص دي القطعة اللي هتبقى الناحية دي. خلاص هنبدأ من هنا. اول حاجة هنعمل دور. خليكم فاكرين احنا المفروض نعمل 7 ادوار.
هنعمل دور هنلف فيه حوالين القطعة. نشيل دي بقى كده، مش هنشتغل فيها دلوقتي. ده كده يعتبر الدور الأول. أنا هشتغل كل فراغ يقابلني هعمل فيه 3 أعمدة، ولما أجي للزوايا دي للأركان هعمل 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، وهقابلكم إن شاء الله لما أوصل للحتة دي. يعني أنا خلصت أهوت. لفيت الخيط، يعني لفيت الشغل جميع الاتجاهات أو جميع الأضلاع. آخر غرزة هي بعملها 3 عواميد علشان أكمل الشغل اللي بنعمله في الركن. بعمل 3 قصدي سلسلتين، تمام. وهقفل هنا بمنزلقة. بس الحتة دي أنا عايزة أشرحها كويس علشان ما تبقاش يعني إيه، ما تبقاش يعني تستغربوها في الشغل. اوكي، هنا دي القطعة بتاعة الظهر، تمام. ده وش الظهر، اوكي. وده المفروض الناحية الشمال أو اليسرى من قدام، خلاص. وفي ناحية هنا هو كمان اللي هي الناحية التانية أهي، أنا عملتها اهي. دي 1 2 3 4 5 زي ما عملنا قبل كده. أنا عايزاكم بس تفتكروا معايا احنا قبل كده عملنا ايه. عملنا دور حوالين داير زي اللي احنا عملناه هنا دلوقتي، وبعدين عملنا دور رايح ودور جاي، خلاص. يبقى كده 3 ادوار، وبعدين 4 ادوار الايه الخاص بالكتف ده. يعني المفروض نعمل 7 ادوار. احنا دلوقتي عملنا دور حوالين داير، ناقص 6 ادوار. ال6 ادوار دول هنعملهم الشكل بتاع الكتف ده. طيب ليه مش هنعمل دور رايح وجاي؟ علشان المفروض انه القطعة اللي من القدام تكون منخفضة شوية عن القطعة اللي في الظهر. يعني القطعة اللي هي ظهر الرقبة بتبقى أعلى شوية من القطعة اللي هي بتاعة الصدر. بتاعة الصدر بتبقى لتحت شوية، خلاص. وفي نفس الوقت احنا هنعمل نفس عدد الأدوار علشان القطعة تبقى مظبوطة من قدام ومن ورا، خلاص. فاحنا هنعمل هنا هوت ال5 فراغات دول هنعملهم زي ما عملناهم هنا وهنا، ولكن هنعملهم 6 أدوار مش 4 زي ما عملناهم في الظهر. وبالشكل ده يبقى 6 أدوار زائد الدور اللي عملناه حوالين داير هيبقوا 7. فالقطعتين في الطول هيبقوا قد بعض بالظبط، وفتحة الدراع هتبقى مظبوطة لما نيجي نعملها. لكن احنا عملنا كده بس علشان خاطر الحتة دي اللي هي الظهر بتبقى أعلى شوية من الأمام بيبقى منخفض شوية، اللي هو الجزء بتاع الصدر بيبقى منخفض شوية عن الظهر. أرجو إنها تكون مفهومة وما فيهاش أي لخبطة لأي حد. دلوقتي هعمل القطعة اللي هي بتاعة الكتف زي ما عملتها قبل كده. يعني أنا بس هبدأ معاكم فيها، لكن هكملها وبعد كده هرجع لكم، بس علشان خاطر أنا مش عايزة يبقى فيه اهو 3 أعمدة. مش عايزة يبقى فيه الفيديو يبقى طويل قوي عليكم. تمام. نعمل معاكم بس ايه حتة صغيرة كده. تمام كده. هرتفع اهو سلسلتين
وهلف زي ما كنا بنعمل في الجزء بتاع الظهر، وهدخل في اول عمود وهعمل عمود، وبعدين هرجع اعمل الفراغات املاها ب3 اعمدة. خلاص زي ما قلنا دي هعملها 6 ادوار. انا كده عملت دور وده التاني، ناقص بعد كده اهوت هكملهم 6. نفس الحكاية بالنسبة للقطعة اللي على اليمين. القطعة اللي على اليمين انا عاملة فيها الدور اللي هو حوالين داير، وطبعا فصلت الخيط لان انا عايزة ابدأ من هنا. تمام، زي ما عملت في الظهر هبدأ من هنا وهشتغل رايح جاي 6 ادوار زي اللي عملناهم ورا بالظبط. هخلصهم وهرجع لكم. انا خلصت خلاص وعملت ال6 ادوار اهم، وشبكتهم بغرزة الحشو. تمام، وكمان حددت المكان اللي هعمل فيه فتحة الدراع. انا شفت ان فتحة الدراع كده دي مناسبة جدا. هنعمل مع بعض الجنب التاني. الجنب التاني اهو، انا خلصت ال6 ادوار، 1 2 3 4 5 6. تمام، نشتغل على الظهر. نحط كده ده على ده. طبعا هما الغرز قد بعض، فمش هيبقى فيه اي مشكلة خالص. ادخل بس هنا اهو كده اهو، وهسحب الخيط وهعمل سلسلة، وهدخل في نفس الغرزة وهعمل غرزة حشو. بعد كده زي ما قلنا انه كل غرزة قصادها غرزة، فهدخل كده في الغرزة الاولانية همت في التلات مجموعة اللي فيها 3 دي، وادخل في الغرزة اللي قصادها وهعمل غرزة حشو. انا بشتغل الشغل على الظهر اهو. دي اول واحدة اهي. دي برضو طريقة في التشبيك، ان انت ممكن تشبكي بغرزة الحشو، ممكن تشبكي بغرزة المنزلقة. تمام اهو الشكل هيبقى عامل كده. شوف الشكل كده. الجزء اللي من تحت همت قد بعض مظبوط، وزي ما اتفقنا هو عدد الادوار قد بعض، لكن احنا كنا عاملين الحافة بتاعة الظهر اعلى دورين، علشان هو ده اللي المفروض انه الحافة بتاعة الصدر بتبقى اقل شوية. تمام، لكن الطول في المجمل قد بعض بالظبط. نيجي بقى هنحسب دلوقتي فتحة الدراع زي ما عملتها على الناحية دي. تمام، هعملها هنا. انا حسبتها كده ان انا جيت عند منتصف الشغل كده، وحسبتها هنا اهوت 1 2 3 4، وجيت في الجزء ده، يعني حسيت ان هي هنا اهوت مناسبة قوي. تمام، اللي هو الفتحة انا شايفاها كده مناسبة بالنسبة لطفل عنده من 1.5 سنة ل2 هتبقى الفتحة دي مظبوطة قوي وكويسة جدا. خلاص
هي تقريبا نفس المسافة اللي انا عملتها الناحية دي اهو، اهي من اول هنا 1 2 3 وادي الرابعة اهي. طيب هنشبكهم ازاي؟ هنشبكهم برضو على الظهر اهو، هما كده على الظهر. هنحط طبعا الشغل على بعضه كده زي ما قلنا، الغرز قد بعضها لان الادوار قد بعضها. هعمل غرزة حشو وهبدأ ادخل في كل غرزة، الغرزة اللي قصادها هعمل غرزة حشو. لحد ما اوصل للعلامة دي. بالله انا خلصت اهوت الكم الاولاني تمام. هنعمل مع بعض الكم التاني. انا زي ما قلت لكم بشبك بالمقلوب هنا اهوت، لاني بقلب الشغل كده وبقعد اشبك. انا كنت قلت لكم ان انا آه ان انا هسيب اربع مجموعات وهقفل هنا. بس الحقيقه لقيت الدراع بعد ما عملته لقيته كبير قوي، يعني عريض قوي، فانا سبت بس 3 مجموعات. يعني عايزاكم تشوفوها من هنا كده اهو، اهي مجموعه 2 3 ودي كانت اخر حاجه عملتها. بس بقى هوريكم عملناها ازاي. معلش الحاجات دي كلها هتتنضف يعني اهي. شبكت بغرزة الحشو زي ما وريتكم كده. انا وصلت لاخر حاجة تمام. بزودها كده وبعدين بقلب الشغل كده اهو، وببدأ اعمل الدراع ماشي اهو كده اهو. هدخل هنا هعمل كأني هعمل عمود واحد، وبعدين هدخل على الفراغ ده على طول وهعمل مجموعة مكونة من 3 أعمدة. تمام. كل فراغ يقابلني هعمل فيه مجموعة مكونة من 3 أعمدة.
انا هقعد اشتغل كده حوالين داير الفتحة دي. اول لما اوصل لمنطقة البداية هنا هرجع لكم. انا خلصت كده الدور الاول اهو، هنعدهم. ادي اول مجموعة عملتها، وده طبعا العمود اللي انا عملته، وهاجي اكمله هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، والمجموعة رقم 14 انا عاملة فيها العمود اللي عملته في البداية، هكملها. بس هاجي هنا كده عشان اضيقها شوية، يعني انا مفروض معايا 14 مجموعة، وهقفل في السلسلة دي، وهبدأ الدور الجديد. هدخل الفراغ اللي بعده على طول كده، واروح عاملة اكمل المجموعة، وهقعد اشتغل بقى الكم رايح جاي كده، اقعد اشتغل لغاية لما اكون الكم زي ده. انا الكم دوت اشتغلت 10 ادوار باللون الابيض، ورحت مدخلة دورين من كل لون استخدمتهم في المربعات، وبعدين عملت دور باللون الابيض. تمام، يعني عملت 10 ادوار ابيض، وبعدين 6 بالالوان دي، وبعدين الدور الاخير، يعني 17 دور. انا هخلص الدراع التاني دوت، لان مفيش حاجة جديدة، مجرد ان انا هقعد اعمل نفس الغرزة وعملناها مع بعض. واول لما اوصل للجزئية بتاعة الاسويرة بتاعة الكم هرجع لكم. اقفل بمنزلقة، وهرتفع سلسلة اخر دور في الدراع، وهعمل في نفس المكان حشو، وبعدين غرزة حشو تانية، وبعدين نعمل حشو بس تناقص، يعني هندخل في غرزتين وناخدهم في غرزة واحدة، وهنشتغل كده طول الدور. غرزة 2، والتالتة هنعملها تناقص، ناخد غرزتين مع بعض. هعملها تاني اهي، غرزة فردي تانية، والتالتة بنعمل تناقص. نكمل الدور كده. خلصنا دور الحشو اهو. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل، والدور ده هيبقى دور أعمدة، يعني الدور كل غرزة هنعمل فيها عمود. خلصنا دور الأعمدة، نقفل بمنزلقة، وبعدين هنرتفع 3 سلاسل، وهنيجي في أول عمود اهو نعمل عمود أمامي، واللي بعده هيبقى خلفي. يبقى هنعمل واحد أمامي واحد خلفي. هيبقى شكل الكم الاسوره هتبقى بالشكل ده. هنعمل عمود امامي وعمود خلفي لغايه نهايه الدور، وبعدين هنقفل بمنزلقه في اول عمود، وبعدين نرجع نعمل فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق العمود الخلفي عمود خلفي. هنعمل الحكايه ديت 4 ادوار بالشكل ده، بدور الاعمده يبقوا 5. هخلصهم وهرجع لكم. خلاص اهوت الكم التاني شكلهم حلو قوي. تمام، هنبدأ بقى نعمل الإطار اللي هنمشي كده اهوت. تمام، لازم نعمل الإطار ونعمل أماكن للزراير.
الزراير دي تقريبا مناسبة. هنعمل لها برضو العراوي بتاعتها او الفتحات بتاعتها. هنبدأ من الظهر هنا، من الظهر كده، ارتفاع سلسلة، وهنعمل غرزة حشو. مش لحظة واحدة. وكل غرزة هتقابلنا هنعمل فيها غرزة حشو. نخلي بالنا من الجزئية اللي جاية دي من هنا. احنا هنا هوت عندنا زاوية داخلة لجوه، تمام؟ الزاوية اهي داخلة لجوه، دي بنعمل فيها تناقص. هنعمل قبلها هنا اهو 2 حشو في غرزة واحدة، وبعدين هندخل هنا تمام، علشان يدي شكل الزاوية كده، دي لازم فيها تناقص. وهنكمل هي هتبقى متعبة شوية في الأجزاء اللي فيها الغرزة بالطول. اهو هنا برضو زاوية داخلة لجوه زي دي، هنعمل فيها برضو نفس الحكاية. هي هوريها لكم تاني. هنا بنعمل مرتين تناقص علشان يديني الشكل ده. الزاوية دي مختلفة عن الزاويتين اللي فاتوا. يعني الزاوية دي كده هو داخلة لجوه، انما دي لبره كده، دي بقى بيبقى فيها تزايد. تمام. بعمل الغرزة اللي قبلها بعمل فيها تزايد مرة، واللي في الزاوية بعمل فيها غرزة سلسلة، غرزة، وبعدين تزايد بعدها، عشان يبقى الشكل عامل كده.
فيبقى الشكل بالمنظر ده. احنا بدأنا من هنا، وزي ما انتم شايفين الغرزة دي او الزاوية دي داخلة لجوه كده، فبنعمل فيها تناقص مرتين، مرة قبل الزاوية ومرة في الزاوية. وبرضو عملنا هنا هو نفس الكلام. انما لما بنيجي في الحتت اللي فيها الزاوية خارجة كده هو لبره، دي بنعمل فيها تزايد مرة قبلها ومرة بعدها، الغرزة اللي قبلها والغرزة اللي بعدها، وفي المنتصف. وهنعمل هنا برضو نفس الكلام زي دي، وهنا برضو. تمام. لكن دي ودي هنعملهم فيهم تناقص زي الاتنين دول. قصت الدور الاول في الاطار، هقفل بمنزلقة المكان اللي هو كان في ظهر الرقبة. هعمل بقى ايه دلوقتي؟ هرتفع سلسلة وهعمل غرزة حشو في اول غرزة، وهمشي على كل الغرز وهعمل غرزة حشو. الدور دوت هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي في الحتت اللي فيها تناقص وتزايد، لكن الدور دوت هنعمل فيه الفتحات بتاعة الزراير. هنا هنعمل ايه بقى؟ في عندنا الغرزة اللي هي كانت فيها تناقص، هنعمل فيها تناقص، والغرزة اللي بعدها كمان هنعمل فيها تناقص، وبعدين هنمشي تاني على بقية الغرز نعمل غرز حشو. في عندنا هنا هو غرزتين تناقص فيها، واللي بعدها كمان هعمل فيها غرزة تناقص علشان تبقى محافظة على الشكل، انها تبقى زاوية قايمة كده. ولما نوصل للمكان اللي هو فيه الزاوية اللي بنعمل فيها التزايد، بنعمل تزايد في الغرزة اللي في النص. الغرزة اللي في النص بس هي اللي بنعمل فيها تزايد. تمام. هنا بقى هبدأ أعمل 1 2 3 1 2 حاسة انها هتحتاج فتحة اكبر. لا والله كويسة. تمام. يبقى انا عملت 3 سلاسل وسبت من تحت 3 غرز، اسيب من تحت المفروض غرزتين، 1 2 واعمل في التالتة. جربها تاني. مظبوط. طيب هنبتدي بقى نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 واعمل مكان الزرار اللي بعد كده 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 وصلنا هنا هو للزاوية. هنعمل هنا هو التزايد ونكمل كل غرزة فيها غرزة. كده خلصنا الجزء بتاع الزراير. هنلف ال الكارديجان، هنلفه برضو زي ما عملنا المرة اللي فاتت. هنلف كده، هنعمل هنا تزايد وبعد كده هنا تزايد. هنا طبعا المكان اللي هيتركب فيه الزراير، وبعدين هنا هنعمل التناقص اللي عملناه هنا اهوت والتناقص اللي عملناه هنا اهوت، وهنقفل هنا. بس انا خلصت الدور التاني، هبدأ الدور التالت برضو هعمل غرز حشو. الدور دوت انا مش هعمل ولا تزايد ولا تناقص في الاركان او في الزوايا. هشتغل غرز حشو، يعني كل غرزة حشو هعمل فيها غرزة حشو. تمام. هنا اهو اهي الزاوية، مش هعمل فيها اي حاجة خالص، هشتغل فيها غرز حشو عادية. كل غرزة هعمل فيها غرزة حشو. وبرضو الجزء اللي فيه تزايد برضو مش هعمل فيه اي تزايد، هعمل فيه غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. اهو. وبعدين اوصل للعراوي او للفتحات بتاعه الزراير. هشتغل في كل واحدة غرزتين حشو. هي اول واحدة، هو ده بس اللي انا هعمله الدور ده. هخلص الدور دوت لاخره، وكده يبقى الكارديجان خلص. بس هركب الزراير وهنضف الخيوط. واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك، واللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك. وشكرا.